السلام عليكم اخوات، كيف نتوما؟ كنتمنى الله تكونوا بخير وعلى خير وكيلقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه ان شاء الله يا رب. بالمناسبه كنبغي نشكر لاي اخت انضمت للقناه ديالي، اي اخت كتخلي لي جيب تعليق، كنبغي نشكرك حبيبتي من القلب. ماشي سهل صراحه، الانسان ياخذ من وقته ويهود يعمل لك واحد الاعجاب ويكتب لك واحد الكلمه اللي هي طيبه، فهاد الشيء كيدل على حسن التربيه ديالو وكيدل على حسن الطيبوبه ديالو. فكنبغي نقول لك جزاك الله الف خير وشكرا بزاف لاي وحده كتفرحني، ولكن بالمثل ان شاء الله يا ربي. ايوا بنات، هنا غادي نبدا معكم النهار ديالي من الصباح ان شاء الله يا رب. روتين خفيف ظريف كيف العاده. هذا النهار ان شاء الله عندي واحد الخريجه، فملي فقت في الصباح ضروري كنسبق وليداتي هما الاولى، هذه حاجه باينه. كيف ما كتعرفوا اذا ما سبقتهمش هما الاولى بديت من النوم، بدلت لهم حوايجهم وفطرتهم ونزلتهم يلعبوا، فاكيد انا ما غادي نعمل حتى شي حاجه، ما غاديش نجلس نفطر على خاطري، ما غاديش نعمل شغلي على خاطري، فكنضطر نبدا بهم هما الاولى. كنسبقهم، اللي غنبدلو اللي غندوشلو اللي غنفطرو صافي كنخليهم كيلعبوا هيدا ملهيين، وانا كنمشي بالزربه كنوجد فطور لراسي وكنشوف شنو غادي نلبس شنو غادي نعمل في الدار. فهذا النهار كيف ما كتعرفوا جاتني واحد الخريجه على غفله، ضروري غادي نخرج نقضي شي غرض ان شاء الله. كنزرب هيدا في الشغل ديال الدار باش نسالي وندوز وليداتي عند الام ديالي نخليهم معاها، حيت ما يمكنليش نخرج بهم جوج بهم هما باقي صغارين بلا عوين، مستحيل. عندي واحد السؤال موجه للامهات اللي عندهم وليداتهم صغارين وكيوسخوا بزاف وكيبدلوا بزاف هاد الشتيوه، كيف ماشيين معاهم؟ واش كتجبروا باش تبدلوا لهم ولا نتوما كتعانيوا؟ صراحه الله انا واخا تكون كطيح الشتا ضروري خاصني نصبن، ما يمكنش ما نصبنش حيت ولادي كيوسخوا بزاف وكنبدل لهم حتى 3 مرات في النهار. فما يمكنليش ما نصبنش، نتسنى حتى تخرج الشميشه، فكنضطر ضروري نصبن ونحاول نشفهم في شويش في الماكينه ديال التصبين، وعاد كنديهم نشروهم، يعني كنبقى حاضياهم. الا كنشوف الشتا بدات تطيح كنبقى نجمعهم ونخبعهم، الا مشات بحال الشتي وخرجت شويه الشميشه عاوتاني كنخرج نضرب فيهم الهواء. المهم انا مع واحد الصراع مع التصبين اختي، هادشي اللي عطا الله. هنا من بعد ما دازت 2 ساعات من عطيت لولدي الرضاعه، فضروري غادي نعمل له يتغدى، ما غاديش نعطيه رضاعه اخرى، غادي نعمل له خضيره هيدا مسلوقه. كل مره شنو كنعمل له؟ الا كنتو مهتمين دابا نبقى نشارك معكم ان شاء الله. هنا قبل ما غادي نخرج غادي نعمل العشاء مره حيت نقدر نتعطل بالليل. كيف ما كتعرفوا صافي شديت عليها دغيا دغيا وما غاديش ندورها دابا حتى نجي ان شاء الله. وصافي بنات، هنايا خرجت الخريجه ديالي، وهذه الخرجه ما يحسوا بها غير الناس اللي عندهم العواول بحالي. ملي كتخرج اختي بوحدك بالعواول كتحس براسك فيك واحد الطاقه ماشي عاديه. فعلاش لا، انسان مره يخصص وقت لراسو يرتاح شويه يبعد من الضغوطات، فكتبدل النفسيه شويه وصافي. هادشي اللي كاين في الاخير، ضروري كترجع للبيت ديالك، كترجع للروتين ديالك. واخا تسافر تجي ترجع للخدمه ديالك، فهذه كتبقى هي سنه الحياه. فانسان يحمد الله ويشكره على الصحه وعلى النعمه اللي كينعم لنا سيدي ربي. فهاد الشيء كامل بالفضل الله سبحانه وتعالى، وما كانش الفضل الله سبحانه وتعالى شحال من نعم ما غاديش نشوفوهم ونبقاو حياتنا كامله كنتمناوهم. فاي واحد يشكر الله ويحمده على اي نعمه عنده. عطاك ربي الصحه حمد الله وشكره، عطاك ربي الذريه الصالحه تحمد الله وتشكره. فهادشي اللي كاين بنات، من الزنقه للكوزينه، من الكوزينه للزنقه، هذا هو حال امهات وربات البيوت. البنات اللي مقبلين على الزواج هادشي اللي كيتسناك اختي. حك معكم البنات وصافي، بالعكس كنبغي نقول لكم استغلوا اللحظات ديالكم مع ولادكم. الوقت دغيا كيدوز والوليدات دغيا كيكبروا، فحاولوا اي لحظه دوزتوها مع ولادكم دوزوها بحب، حيت غيجي واحد النهار وغادي تشتاقوا هاد الايامات وما غاديش يعاودوا يرجعوا. واخا الامومه ماشي سهله، ولكن كلشي بالاجر. ان شاء الله كلشي غادي يدوز مع الوقت، شويه الصبر انسان كينال واحد الاجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ايوا هنا بنات كنت شاركت معكم النهار ديالي كيفاش داز من ا حتى لزيد. ايوا هنا كنوصل الوقيته ديال العشاء، كيف ما كتعرفوا عندي الحريره واجده خصني غير ندورها. ايوا صافي عندي انا ضروري الحريره كترافق مع البيتزا، هذه حاجه ضروريه في القاموس ديالي. صراحه كتعجبنا الحريره مع البيتزا. نتوما كتعرفوا الحريره بوحدها ما كتعمل والو، فضروري خصك ترافق معها شي حاجه هيدا مالحه باش كيجي واحد الذوق مزيون.
ايوا هادشي اللي كاين البنات، كل واحد خيرو في دارو. اللهم اديمها نعمه يا رب واحفظها من الزوال. هنا كيف ما كتشوفوا ولدي دخلته معايا شويه الكوزينه، عملت له ديك مادلين، حنا كنقولوا لا مادلين البنات، ما عرفتش كل منطقه شنو كيقولوا. داك مادلين صراحه كنعدلهم في الدار صحيين، في الصباح هيدا كيفطروا فيه بيهم. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، فيهم كاين اللي كيعمل فيهم الشوفان، كاين اللي فيهم مكسرات، المهم شي حاجه صحيه للدار، حسن المسقطه ديال الزنقه. ايوا صافي هنا البنات دوزت كنعمل له حتى هو العشيوه ديالو. عشيتهم وساليتهم وهنايا دخلتهم ينعسوا، وكنقول لكم حتى نتوما تصبحوا على خير الى فيديو قادم.